السلام عليكم شباب، ازيكم عاملين ايه؟ جيت لكم بالحلقه الخامسه من انمي ميموري. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. بنشوف سيراس بتصحى من النوم بعد ما ميموري يستخدم عليها مهاره النوم، وبتكون مستغربه وبتسال نفسها هي نامت امتى، المفروض ان العقد يكون ما انتهاش. وبتبص بعد كده على ميموري بتلاقيه نايم، لكنها بتلاقي مارو صحي وبيعمل صوت، وبنكتشف ان ميموري كان صاحي وسامعها، ولكنه بيعمل نفسه انه لسه صاحي دلوقتي وبيسمع صوت. فبيسأل سيراس إذا كانت هي كمان سمعته، فبتقول له أيوه. فجأة بيطلب منها ميموري ترجع لورا، وبيجروا هما الاتنين، وبيلاقي وحش بيدمر الجدار وبيطلع منه. سيراس بتكون عارفة إن ده هو ملك الهياكل، وبتقول له إن هما يعرفوا يقتلوه لو ضربوه في الجزء الفضي اللي تحت دقنه. وبتكمل كلامها وتقول إن الوحش ده أقوى من إن جندي عادي يقدر يتعامل معاه، وقوي لدرجة إن فريق بور السيف بصعوبة يهزموه. وبعدها بنلاقي ملك الهياكل بيبص على سيراس، وبيقول ميموري جواه ان اكيد الوحش معتبرها هي التهديد الحقيقي. فبتسألها هما هيهاجموا ازاي، وبتطلع صفة وتقول انها عندها طلب، وانها على وشك استعمال قوة علشان تحسن قدراتها الجسدية وتنشأ اسلحة فريدة من نوعها، وهي عايزة تخلي القوة دي سر لأطول وقت ممكن. والطلب هو انه يخلي اللي هيشوفه دلوقتي سر ما بينهم. وبنلاقي ملك الهياكل بيستعد للهجوم علشان يخلص عليهم، وبيفاجئها مومري باستخدام مهارة الشلل على ملك الهياكل، وبتصطدم سراس من اللي شافته. وبعدين مومري بيستخدم مهارة السم على الوحش علشان يموت. وبعد كده مومري بيمسك الحجر اللي كان موجود على ملك الهياكل، وبيلاقي اللي عايزه منه. سراس بتسأله هل لقيت اللي كنت بتدور عليه؟ مومري بيقول لها ايوه، وكمان بمجرد لما نوصل للسطح هجاوبك على كل الأسئلة اللي عايز تسأليها. الدرجة دي واضح ان انا عايز اقول ايه. ومارو بيقطع كلامهم وبيلفت نظر مومري لحاجة موجودة في ملك الهياكل، ومومري بياخد باله ان في حاجة، بيروح يمسكها وبيلاقي انها بيضة كائن ملفوفة بقماش، وبيقرر يطلع السطح وياخدها معاه. وبنروح لمشهد زمايل الميموري وهما بيجروا من مجموعة هياكل لأنهم أقوياء جدا، وبتكون ساكورا بتعيط لأن ده اتقطعت، وبتيجي كوباتو وبتحاول تساعدها علشان توقف النزيف. ونلاقي بعد كده سوجو ومعاها سلاح وبتحاول تعطلهم علشان تخلي الباقيين يهربوا. بيجي ويامادا من ورا وبيقول لها بعيد عن طريقي، وبيستخدم قوته على الهياكل وبيقتل منهم كتير. كمان بنشوف تاكوتو وبيستخدم عاصفة التنين وبيخلص على الباقي منهم، وبيقول ان الفرسان دول خصوم اقوياء ولكن انا كنت الاقوى، وبالشكل ده اكون وصلت لمستوى 24. بعد كده بنلاقي الناس واقفين مندهشين من كاس عين التنين اللي جابته سيراس، وبيسالوا اذا كان ده حقيقي ولا لا. وبيعدي من وراهم مومري وهو بيقول على كل حال مهمتي في اطلال ميلز خلصت. وبتجيله سيراس بعد كده وبتقول له ان هيكون في احتفال بكره علشان استلم مكافئتي، فبيقول لها انه عايز يتكلم معاها لوحدهم، ده لو ما كانش عندك مانع يعني. فايه رايك نتقابل الساعه 8 قدام الفندق اللي نازل فيه؟ فبتقول له ما تقلقش هاجي ومش هتاخر. قبل ما يمشي مومري سيراس بتشكره تاني على كاس عين التنين. وبالليل بنلاقي مومر بيعمل المحلول وبيخلصه، يقولوا ان كده بقى عندهم محلول تعزيز وحش وقريب هيستعملوا عليه. وبعد كده بتخبط عليه سيراس بيقول لها مومري انه عايز يعينها كحارسه شخصيه ليه، وكمان انت عارفه ان هدفي هو انا لا شعوذه المحرمات. ويطلع خريطه ويقول لها ان وجودته هي ارض الوحوش ذو الاعين الذهبيه، وانا متوقع اني اقابل هجمات كتيره من الوحوش اللي هناك، وعلشان كده فكرت اني احس بالامان اكتر في وجود سيافه تحميني، وانت هتكون المناسبه ليا. وبتقول له سيراس انها في رحله لمكان اسمه يوناتو، ولو اتجهوا لارض الوحوش ذو الاعين الذهبيه فده هيكون مناسب جدا ليها. بعدين بيقول لها انه عايز يسالها سؤال وبيناديها باسمها الحقيقي، وهي بتقول له ايوه، ولكن لما تستوعب انه ناداها باسمها الحقيقي فبتتصدم انه كان عارف. يقول لها فاكره ايه سبب نومك في الاطلال؟ ده كان بسبب مهارتي، وكمان هنسافر مع بعض وده هيسبب مشكله انك مش بتقدري تنامي. انا محتاج قدرتك القتاليه ومش ناوي اخونك. فبتقول له سيراس انها بتستعمل قوه الارواح علشان تخفي هويتها، وده بيكون مقابل انها تخلى عن رغبتها في النوم، وبرجع لطبيعتي لما بنام. وكمان الحراس المقدسين كانوا بيطاردوني طول الوقت علشان شافوا شكل الحقيقي، ودلوقتي السفر بالنسبه لي بقى اسهل لان الاربعه دول اختفوا، وشكرا على اللي انت عملته معايا. فبيقول لها مومري هل ده معناته دلوقتي انك واثقه فيا؟ فبترد عليه ايوه انك شخص يستحق الثقه دي. فبيقول لها اسمي الحقيقي هو توكا مومري، واتمنى ما تقوليش لحد عليه، ومقابل ده مش هكشف عن اسمك الحقيقي لاي حد بدون موافقتك. وبعدين بيديها مومري اجرتها، وهي جوهره من الجواهر الزرقاء اللي اخدها من اطلال التخلص. فبتتفاجئ من اللي شافته بتتاسف له، وبتقول له دي جوهره تنين ازرق. فبيسالها مومري اذا كانت حاجه قيمه، فبتقول له سيراس ان الجوهره دي نادره جدا وبتكون داخل التنانين الاسطوريه اللي عيونهم زرقاء، وان مفيش اي جوهره زيها في السوق حاليا، وكمان قيمتها بتعدي مكافاه كاس عين التنين، فعلشان كده ما ينفعش اقبل حاجه بالقيمه الكبيره دي. فبقول لها هي دي بتاعتك دلوقتي، اعمل اللي انت عايزاه حتى لو هتولع فيها، انا ماليش دعوه. وبتكون متردده ولكن بتقبلها في الاخر. وتاني يوم بيروح ياكلوا في مطعم، ولكن بيكون في حد بيجيب سيرة سيراس وهي بتتعصب، ولكن مومري بيهديها ويقول لها تسيبهم يقولوا اللي هم عايزينه. وبيسألها بعد كده إذا كانت سمعت عن السحر المحظور، وبتقول له أيوه سمعت إن السحر ده محظور بسبب الحكيمة فيشيس، وإن هو عبارة عن تعويذ قديمة. فبيعرف مومري إن التعويذ دي محظورة دلوقتي علشان الحكيمة هي اللي أمرت بكده، وحظرتها اللي أنا بتأثر عليها، فشكلها خطيرة جدا. وبعدين بيطلعوا بره وبتكون سيراس رايحة حفلتها، وبتقول إنها المفروض هترجع الساعة 11. وبعدين بتمشي وبنلاقي مومري بيروح للغابة وبيقرر إنه يستخدم المحلول على مارو. وبنروح بعد
كده لسيراس وهي في الحفلة، والماركيز بيرحب بالكل وبيشكرهم على تجمعهم وبيقول لهم إنه جايب ساحر علشان نتأكد من أصالة كاس عين التنين. وفعلا بنلاقي الساحر داخل وبتكون سيراس متوترة لما بتشوفه، وبنروح لمومري فبيلاقي الوقت اتأخر وسيراس لسه ما جاتش، فبيحس إنها وقعت في مشكلة. وهو بيقول إن سيراس ما عندهاش دافع يخليها تسيبهم، وإنها لو ما كانتش عايزة تروح معاهم كانت رفضت من البداية. وبيسمع الناس وهما بيتكلموا عن سيراس وبيعرف منهم إنها هربت للغابة المظلمة. وفجأة بيلاقي فرسان التنين الأسود رايحين ناحية الغابة المظلمة، وهناك بنلاقي سيراس بتجري منهم، فبيهجم عليها فارس ولكن بتقدر توقعه تقتل التنين. وفجأة بتلاقي التنين وراها ولكنها بتعرف إنه فخ وإن الفارس هيهجم الناحية التانية، فبتبدأ تهجم عليه وبالفعل بتلاقيه قدامها وبيكون أقوى من التانيين بكتير. وبيقول لها إن اسمه غيزون نائب قائد الفرقة. بتقول سيراس لنفسها إنها مش عارفة تستعمل رداء الروح في الوقت الحالي، وبيشتبكوا مع بعض بالسيف وشكله بيكون أقوى منها وبيكون لسه هيخلص عليها. ولكن فجأة بيظهر مومري ويستعمل مهارة الشلل على الفرسان والتنين، وبيبص لسيراس وبيقول لها إنها تأخرت على الوقت اللي اتفقوا عليه، وبعدها بيستخدم عليهم مهارة السم ولكنه بيخليه غير قاتل. وبتسأله سيراس هو بيعمل ايه هنا، وبيقول لها انه جاي يدور عليها طبعا، وبيستخدم مهارة النوم على الفارس عشان ما يسمعش بيتكلموا عن ايه. فبتقول له انت لو خليتك معايا فرسان التنين الاسود مش هيسيبوك في حالك، عشان كده خد فلوسك. وبكده يكون الاتفاق اللي بينا اتلغى. ولكن مومر بيرفض الغاء العرض وبيرمي لها كيس الجواهر كله، بيقول لها انه محتاجها وكمان لازم تغير لبسها عشان ما حدش يتعرف عليها. وبس يا صديقي، دي تكون نهاية الحلقة الخامسة، فمتنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا سلام.